ما هو الشيء الذي يذهب بلا رجوع؟ هو الوقت. وما هو الشيء الذي يبكي بلا هو دموع؟ القلب. وما هي الكذبة الجميلة؟ هي الدنيا. وما هي الحقيقة المؤلمة؟ هو الموت. وهل هناك أشد من الموت؟ نعم، فراق الأحبة أشد من الموت. ما هي آفة الكلام؟ آفة الكلام الكذب. وما هي آفة الرأي؟ الهوى. وما هي آفة الجمال؟ الغرور. وما هو الشيء الذي من ماء ولكنه إذا وضع في الماء يموت؟ الثلج. هل الموت يموت؟ نعم يموت. وكيف يموت الموت؟ يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح، ثم ينادي الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ما الفرق بين من اعتمد على الله ومن اعتمد على غيره؟ من اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه اختل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الله لا ذل ولا مل ولا قل ولا ضل ولا اختل. ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هو حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما هو الشيء الذي لا يعدله شيء؟ هو العلم، بشرط أن يكون خالصا لوجه الله. من هم أول من طاف بالبيت العتيق؟ الملائكة. وكم بيننا وبين عرش الرحمن؟ دعوة صادقة تخرج من القلب إلى الله. من هم الأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم ويبدأ اسمهم بحرف الياء؟ يونس، يوسف، يحيى. ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ سورة النمل. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. وما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. ما هي السورة التي بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ سورة الحشر. وما هي السورة التي ذكر اسم الله عز وجل في جميع آياتها؟ سورة المجادلة. ومن الذي يقبض روح الملائكة؟ ملك الموت. ومن الذي يقبض روح ملك الموت؟ الله. ويتباهى ملك الموت بأن الله عز وجل يقبض روحه. من هي أكرم النساء نسبا؟ السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها السيدة خديجة سيدة نساء العالمين، وزوجها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو رابع الخلفاء الراشدين، وولداها الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ما هي النفس التي كرمها الله عز وجل وناداها في القرآن الكريم؟ هي نفس المطمئنة. وبما اطمأنت؟ اطمأنت بالإيمان. وما هي النفس التي أقسم بها الله عز وجل؟ هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الذنوب والمعاصي. وما هي النفس التي يحبها الشيطان؟ هي النفس الأمارة بالسوء، والتي لا تأمر صاحبها إلا بفعل الذنوب والمعاصي. ما هي أول شجرة خلقها الله عز وجل؟ هي شجرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة. وأين توجد؟ توجد في السماء السابعة. وهل رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ما هو العمل الوحيد الذي إذا عمله الإنسان يقبل عند الله عز وجل؟ هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأعمال مؤجلة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أول شجرة تنبت على الأرض؟ الزيتون، وهي أول شجرة تنبت بعد الطوفان. هل يكون الملائكة مع العباد عندما يقومون لرب العالمين من قبورهم؟ نعم، يكونون معا. ما هو الاسم الذي أطلق على الذين آمنوا بسيدنا عيسى بن مريم؟ الحواريون. من هو الرجل الذي اختلف عليه الناس أهو نبي أم رجل صالح؟ سيدنا الخضر عليه السلام. من هو النبي الذي بقي حيا حتى الآن؟ سيدنا عيسى عليه السلام. كم عدد الصور التي تبدأ ب3 أحرف فقط؟ 13 سورة. ما هو الشيء الذي وسع السماوات والأرض؟ الكرسي، لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الشيء الذي لا ينفد؟ كلمات الله، قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.